بيقول لك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الأهلي يروض تماسيح النيل بعد أن كانوا هيأكلوا وينهشوا لاعيبة النادي الأهلي، ولكن لا بأس بهم فإنهم يا عيني عليهم اترموا في النيل. 3-0 مع الرأفة. النادي الأهلي النهارده بيكسو على أسوان ب 3-0 مع الرأفة، ويتربع على عرش القمة في الدوري المصري. وإن شاء الله السبت القادم هتشوفوا الأهلي في حتة تانية. النهارده هقول لكم افضل لعيبه في المباراه وليه الاهلي كسب، وكولر العبقري اللي مقدم مباريات كبيره جدا مع التشكيلات المختلفه والروتيشن للنادي الاهلي. اهلا بيكم في حلقه جديده. وقبل ما نخش في التحليل يا ريت تنساش لايك شير، تشترك في القناه وتصلي على الزين. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. يلا بينا. اختلفت معايا او كنت ضدي ما عنديش مشكله، ولكن نجم مباراه اليوم الناس كلها قالت حسين الشحات، ولكن انا من وجهه نظري المتواضعه التي ليس لها قيمه على الاطلاق زي ما احنا متفقين طبعا هو مروان عطيه ثم حسين الشحات، والاتنين نديهم 10/10. مروان عطية بصراحة لعيب كان الأهلي مفتقده في نص الملعب، لعيب رقم 8 بيأديه كما يجب، لعيب صانع ألعاب، واحنا ده اللي كنا مفتقدينه. اللعيب الكوير اللي أنا قلت عليها في المباراة الأخيرة اللي احنا خسرناها إن ما كانش فيه لعيب كوير في نص الملعب. كوير دي يعني واحد من الآخر كده معلم كرة في نص الملعب، وهو ده اللي كان مفتقده النادي الأهلي. مع القندوسي مع حمدي فتحي او ديانج مع اللعيب ده هنشوف الاهلي في حته تانية في نص الملعب، هيستحوذ على اي مباراه هيلعبها في الدوري المصري او حتى في افريقيا. يا رب نشوف الثلاثي ده في مباراه سان داونز القادمه. ولكن مروان عطيه قدم مباراه هايله جدا من وجهه نظري. مروان عطيه كان هو اللي بيبدا من عنده الهجمات، هو اللي خلى حسين الشحات ينفرد، وهو اللي خلى حسين الشحات يتوهج من الناحيه اليمين بالكور والاسيستات اللي كان بيحطها له في المساحات الفاضيه. ما شاء الله عليك يا ابني، ربنا يحميك لمصر وللنادي الاهلي. حسين الشحات النهارده بيتوهج وبيلعب لعب الطاسه رايقه زي ما بيقولوا، الطاسه لما تروق يا عم حسين اديني بقى في المحليات وانا احبك يا عم الشحات. حلوه. المهم طبعا حسين الشحات بيلعب اسيست ولا اروع من كده لكهربا اللي بيحط هدف بدماغه، ومن زمان قوي ما بنشوفش حد بيحط بدماغه. بيرجع تاني يعمل مروان عطيه برضو كوره تشيب باص كده لحسين الشحات بمعلمه. حسين الشحات بيستلم ويتوغل ويعملها لبره عبد القادر اللي جاي من اقصى شمال داخل الملعب عشان يبقى شادو سترايكر. وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان كابتن كولر بيلعب كرة هجومية بحتة، كرة هجومية بحتة. ما بيهمنيش بلعب قدام ريال مدريد ولا حتى اسوان، هي دي كرة اللي هلعبها من بداية المباراة لحد نهايتها. ولكن النادي الاهلي طبعا رجع للخلف شويه، او مش رجع للخلف، ابتدى يعني الشوط الثاني يهدى شويه عشان عنده مباراه كبيره جدا يوم السبت القادم، وطبعا بالتغييرات وريح ناس كتير من الاساسيين عشان خاطر المباراه القادمه. ومحدش يزعل ان الشوط الثاني ما حاولناش ان احنا نهدف او كده، مع ان النادي الاهلي مضيع اكتر من 4 اهداف مؤكده مع ال3-0. طبعا مروان عطيه كان لعيب جيد النهارده، حسين الشحات كان برضو لعيب جيد النهارده، كهربا النهارده ما شاء الله. النهارده بنشوف اكتر من لاعب بيتوهج مع النادي الاهلي. طبعا كل ده بسبب الكلام الشرس اللي طلع على السوشيال ميديا من نادي اسوان او من حد مسؤول في نادي اسوان زائد لعيبه زائد مدرب، ان احنا هنعمل وهنسوي واللي طبعا كلنا استقنا من الموقف، ولكن كنت عارف ومتاكد ان اللي بيتكلم كتير فعله قليل. طبعا عايزين نقول للنادي الاهلي مبروك تربع على العرش القمه ب 40 نقطه. طيب في 12 دقيقة كده الأهلي تقريبا خلص كل حاجة مع نادي أسوان في 12 دقيقة فقط، لما ابتدى يلعب لعبه من الدقيقة 33 لحد نهاية الشوط الأولاني. تقريبا الأهلي كده إيه قال لهم تعالوا بقى كفاية كده عليكم. هوب الشحات اسيست، هوب الشحات اسيست، هوب الشحات اسيست، من مروان للشحات ومن الشحات للي بيجيب الهدف اذا كان كهربا او قفشه او عبد القادر. بنشوف 3 مهاجمين النهارده بيجيبوا اهداف، واحد زي قفشه، واحد زي كهربا، واحد زي عبد القادر،
ما كناش بنشوف ده في النادي الاهلي من فتره. الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي بدا يلعب كوره سريعه، كوره جميله مع كابتن كولر العبقري، اللي بصراحه يعني من ساعه ما جه وحاسس ان هو مدير فني فعلا عبقري، يعلم قيمه وحجم النادي الاهلي الهجوميه، وعارفين عشاق الاهلي كلهم بيحبوا الكوره زائد الاداء مش نتيجه فقط. وكولر بيتفرج على النادي الاهلي وكان جاي كان فاكر ان ما عندوش المستويات ديت، هو حتى اتكلم وقال لك لا ده انا يعني اكتشفت ان احنا في مصر في مواهب ولكن ما حدش يعلم عنها اي شيء. الكماشة اللي عملها النادي الاهلي على اسوان كانت سبب في ان اسوان ما يشوطش على المرمى بتاع الشناوي غير تقريبا ضربة الجزاء، وكرة او كورتين كده الشوط الاولاني، يعني هي ضربة الجزاء فقط في شوط كامل، ضربة جزاء بس اللي اتشاطت على الشناوي وتصدت بفضل الله، اللي طبعا كنا شايفينها ان هي مش ضربة جزاء، حتى ما رجعش شافها في الفار، ولكن ما علينا يا عم البنا مفيش مشكلة. الشوط الثاني كان شوط تحصيل حاصل من الاخر كده. الشوط الثاني النادي الاهلي نازل يعني بيحافظ بس على النتيجه، بيحافظ على لعيبته. كولر عنده مباراه كبيره قدام صن داونز، لازم باذن الله ان شاء الله تطلع بنتيجه ايجابيه للنادي الاهلي بفوز، عشان خاطر نروح نلعبهم هناك ونطلع حتى ولو بتعادل، ولو خدنا 4 بونت من المباراه دي اضمن ان شاء الله ان النادي الاهلي متأهل على الأقل تاني أو أول. وأنا بقول لو كسبنا صن داونز وتعادلنا هناك في أرضهم هنصعد أول، لأن بإذن الله هناخد وش السودانيين رايح جاي بإذن الله كده، هنديهم كده إيه زي ما بيقولوا على الأقل 3 زي أسوان بإذن الله. زائد إن أنت عندك القطن الكاميروني مع احترامي ليهم الكبير، ولكن فريق مش قوي وضعيف، هناخده إن شاء الله رايح جاي، يبقى أنت هتتأهل أول. عايز اشيد بكل اللاعبين، هندي كده ارقام واحصائيات بسرعه كده. مروان عطيه انا اديله 10 من 10، هو حسين الشحات. كهربا اديله 7 من 10، عبد القادر 7 من 10، قفشه 6 من 10، ديانج 5 من 10. الثلاثي او الرباعي اللي ورا تقريبا كلهم هياخدوا 5 من 10، لان تقريبا محدش منهم لعب كوره او كان عليه هجوم فان احنا نقول اشدنا بيه ندافع او عمل مثلا كذا او قطع كوره او ولكن كل قطع الكور كان من عند مروان عطيه واليو ديونج، اللي كانوا عاملين كماشه زي ما قلت في نص الملعب، وقدروا يعملوا حاجه كبيره قوي مع النادي الاهلي، وخلوا النادي الاهلي توهج وبقى ممتلك نصف الملعب. ده كان فيديو كده اختصارا، يعني انا ما حبيتش ان انا اطول عليكم ولا اتكلم في فنيات كتير، انا حابب ان انتوا تتفرجوا عليا اطول وقت، فيا ريت اللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي يدوس لايك وشير واشترك في القناه. معاك اخوك محمد الصيفي من ملعب الهداف، الاهلاوي اهلاوي جدا ولكن محايد. السلام عليكم.